السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده باذن الله هنعمل مع بعض البانيه بطريقه سهله جدا، وهقولك على اسرار ازاي تحافظي على البانيه ان هو الكفر ما يقعش من عليه. وهنعمل مع بعض المكرونه بطريقه جميله جدا. ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يصلحكم كل جديد. تابعوا معايا الفيديو. اول حاجه نقول بسم الله. انا هنا معايا البانيه، ببتدي ان انا اتبله ببصله مبشوره وعليها نص معلقه فلفل اسود، نص معلقه ملح، واسيبها ان هي تتبل معايا كويس جدا. واكون مجهزه معايا الدقيق، واكون مجهزه معايا بيضتين. ببتدي ان انا اكسر البيض بالشكل ده وانزل عليها بحوالي ربع كوبايه من اللبن، وابتدي ان انا انزل عليها بربع معلقه صغيره من الفلفل الاسود، وابتدي ان انا اضرب البيض كويس جدا بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. ما ننساش نصلي على سيدنا محمد ونقول اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. واكون مجهزه معايا طبق فيه بقسماط مطحون. وبعد كده ببتدي ان انا اخد قطعه من البانيه، ببتدي ان انا انزل من عليها التتبيله البصل. بعد كده ببتدي ان انا انزل بالبانيه على الدقيق، وابتدي ان انا اخد من على الدقيق، ببتدي ان انا انزل على البيض، ومن البيض ببتدي ان انا انزل على البقسماط، وابتدي ان انا اضغط كويس جدا على البقسماط عشان يثبت معايا في البانيه وما يقعش مننا. وبعد كده ببتدي ان انا ادخلها عندي التلاجة حوالي ساعتين قبل القلي. وبعد كده ببتدي ان انا اجيب البانيه من التلاجة وابتدي ان انا اقلي البانيه بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. نبتدي ان احنا نعمل مع بعض صلصه المكرونه. اكون مجهزه معايا حله على البوتاجاز، انزل عليها بمعلقتين كبار من الزيت، وانزل عليها ببصلتين مفرومين ناعم بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. وابتدي ان انا احمر البصله كويس جدا مع الزيت. واول ما البصله تبتدي ان هي تصفر معانا، ببتدي ان انا انزل عليها بالفلفل انا مقطعاه مكعبات صغيره. وبعد كده ببتدي ان انا انزل عليها بمعلقتين كبار من معجون صلصه الطماطم واقلبها كويس جدا. وبعد كده ببتدي ان انا انزل عليها بعصير الطماطم بالشكل ده، واسيب الصلصه تتسبك معايا. ننزل عليها بالتوابل. التوابل معايا نص معلقه فلفل اسود، نص معلقه بهارات لحمه، ننزل عليها بنص معلقه كمون، وننزل عليها بنص معلقه ملح، ونسيب الصلصه تتسبك معايا كويس جدا. واكون مجهزه معايا المكرونه سلقاها. انا هنا استخدمت مكرونه القلم، ونقدر نستخدم اي نوع مكرونه اللي حضراتكم تفضلوها. ببتدي ان انا اقلبها كويس جدا مع الصلصه بالشكل ده. شايفين ما شاء الله المكرونه جميله ازاي؟ نبتدي ان احنا نعمل مع بعض سلطه الطحينه. اكون مجهزه معايا كوبايه من الطحينه الخام، وابتدي ان انا افك الطحينه بالميه المغليه بالشكل ده. واول ما اوصل للقوام المظبوط ببتدي ان انا انزل عليها بربع معلقه ثوم مفروم ناعم، وانزل عليها بعودين من البقدونس مقطعاه تقطيع صغير جدا، وانزل عليها بمعلقتين كبار من الخل، وانزل عليها بمعلقتين كبار من الزيت، وانزل عليها بالتوابل ربع معلقه صغيره من الكمون، ربع معلقه صغيره من الفلفل الاسود، ربع معلقه صغيره من الشطه. ننزل عليها بالملح ونقلبها كويس جدا. وكده تكون سلطه الطحينه جهزت معانا بالشكل ده. كده عملنا مع بعض البانيه، شايفين ما شاء الله حاجه جميله ازاي. وعملنا مع بعض سلطه الطحينه، وعملنا مع بعض المكرونه. جربوها بالطريقه دي هتعجبكم جدا. نقدر ناكل البانيه مع المكرونه او مع العيش البيتي، مع الجرجير، مع المخلل. ودي تكون اكلتنا النهارده. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لايك وشير، واشوفكم في فيديو جديد في حفظ الله.